السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا وحشتوني من اخر فيديو انا صورته معاكم. انتوا عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انا راجعه لكم فيديو جديد وروتين جديد. روتين جميل 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 هيخليكي تقومي كده بقى من تحت البطانية لو كسلانة ولا سقعانة. تقومي تطلعي تجري كده تنضفي معايا المطبخ بتاعك بقى لو مطبخك ما يكركب زي مطبخي. بس قبل ما ندخل كده في الفيديو نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا حبايب قلبي نصلي على الحبيب المصطفى ونستغفر الله كتير 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 عشان ربنا ينور لنا حياتنا كده. أنا حابة أشكر الناس الجديدة اللي دخلت لي القناة. متشكرة لكم جدا جدا جدا، نورتوني وكترتوني وشرف ليا وعلى راسي كل أخت يعني عندي في القناة. يعني ساعدني وجودك قوي 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 قوي. وقناتي نورت بيكي كده ومتشكرة. حابة اشكر الناس الجميلة برضو اللي بتكتب لي تعليقات جميلة، وحابة اشكر الناس برضو اللي بتتفرج عليها مش بتكتب لي تعليقات. بس انتوا حبايبي مش هقدر ازعل منكم طبعا، عشان انتوا ايه يعني. انتوا يعني الحاجة الحلوة كده اللي في حياتي بصراحة يعني. بس يبقوا ما تنسونيش بقى في التعليقات لو انتوا بتحبوا هبة. تعليق حلو كده من ايديكم واللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، خلي القناة تكبر وتتشاف كده يا حبايب قلبي. وان شاء الله عندي ثقة في الله كده انها تكبر بيكم وليكم ان شاء الله بأمر الله. انا النهاردة بصوا راجعه لكم بفيديو مطبخ القلبان بتاعي. والله العظيم المطبخ مقلوب قلبة. انا معرفش اتقلب امتى وازاي وفين مش عارفة. بس مكركب قلت له لا تعالى بقى. النهاردة دخلت يا دوبك خرجت، لميت الغسيل بس كده وشيدت على الشقة كده من بره كلها. ورحت داخلة بقى، كانت طبعا ولادي نزلوا راحوا دروسهم وراحوا مراجعتهم ايام امتحانات بقى خلاص. يعني عمرو اللي هيمتحن عندي امتحانات نص السنة. ربنا معاهم كلهم يا رب ويكبر بخاطرهم كلهم، جبرا يستعجب له أهل السماء والأرض. فكانوا ولادي نزلوا، رحت مشيتة كده على الشقة كلها، ورحت مطفية الأنوار كلها بره، ورحت دخلت بقى على المطبخ قلت له تعالى بقى يا أنا يا أنت النهاردة. يا أنا يا أنت والله يا أنا يا أنت في البيت دوت. هو أنت بقى هتزيد بقى وتهيص كده في الكركبة ديت وأنا موجودة؟ لا على مين. رحت دخلت له بقى، شمرت له كمامي، والله شمرت له كمامي بقى. قلت له يلا. مسكته اول حاجه بدات بيها صبنت المواعين تصبينه محترمه، بس برضو النور لما بيقطع والله بيعطلني. وساعات برضو اللي بقدر عليه بشغل الكشاف وبعمله، بس برضو ببقى يعني الكشاف برضو مش زي النور. النور ده نعمه والله ربنا ما يحرمنا منه. فبصوا رحت مصبنه المواعين اللي في المطبخ كلها، لميت المواعين كلها ورحت مصبناها. هي الحمد لله المواعين ما كانتش كتيره قد ما كان هو مكركب. يعني كان مكركب جامد وكان كل حاجه فيه عايزه تتلمع. كل حاجه في المطبخ كانت عايزه تتلمع. اهو مسكت المواعين كلها صبنتها وما خليتش ولا اي حاجه. يعني في الحوض، حاكم الحوض دوت لما بنسيب فيه المواعين بتزيد. والله لو حطيت معلقه بلاقيهم 10، حطيت كوباية بلاقيهم 10، مش عارفة ليه. فيعني هي بصوا، هي يعني هي دي الحياة اللي احنا عايشينها. والحمد لله يعني الحمد لله طول ما احنا نعيش ونعمل. سامحوني يا حبايب قلبي، زوري وجعني جدا جدا جدا. البرد مش راضي يخرج مني خالص. والله البرد ما راضي يخرج مني خالص. ادعولي في التعليقات ربنا يشفيني كده وايه ويبعد عني البرد ده، لان بجد عامل لي رعشة في جسمي. بس رغم والله العظيم تعبي قمت برضو ونضفت وروقت وعملت معاكم، صورت معاكم فيديو عشان خاطر حبايب قلبي والله العظيم اللي بيقولوا لي احنا عايزين فيديو. ما تتأخريش علينا في الفيديوهات. بحاول على قد يعني على قد ما بقدر ما تأخرش عليكم في الفيديوهات وحياة ربنا. رغم تعبي قمت وصورت وحطيت الكاميرا وقلت ايه يعني عشان تتشجعوا بيا واتشجع بيكم حبايبي اللي بيسألوا عليا. حبكم ده عندي نعمة والله العظيم، حبي ده نعمة من عند ربنا. ربنا يديمكم عليا نعمة في حياتي وربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا حبايب قلبي السمك ده انا غسلته والنور قاطع. والله العظيم غسلته والنور قاطع. بصوا هنا بوريكم ديل السمكة سبحان الله. ملون. ديل السمكة اللي هو السمك البربرمة
لقيته ملون كده، كان حلو قوي، سبحان الله في خلقه يعني. بصوا غسلته والنور قاطع، وبعد ما غسلته على الكشاف، يعني غسلته على نور الكشاف، رحت نقعته في مية وليمون. انا بحب انقع السمك في مية وليمون كده، حتى لو ايه وقت قصير. انا بغسل السمك بمية بس نقعته في مية وليمون كده، قلت عشان لا ايه ينزل كل الزفارة اللي فيه ويبقى ريحته ليمون. رحت بعد ما شلته بقى كده وبصيت عليه، مرضتش اخليله طبعا، قلت لما النور يجي وابص فيه كويس. لقيته زي الفل. بصوا بقى كل ما يطلع مني كراكيب مواعين، يعني بصوا بقيت اصبنها ايد في الاكل اللي انا بعمله، وبقيت ايد في الحوض، وخليت ما خرجتش من المطبخ ده النهارده الا لما خليته زي الفل. كل حاجه فيه بقت بتلمع، وريحه النظافه فيه والله العظيم كانت ريحته جميلة. انا نزلت النهاردة والله يا حبايب قلبي، نزلت طبعا السوق لان كنت حيرانة مش عارفة اعمل اي غدا ايه، فلقيت السمك ده قدامي جبته. بصوا هنا عملت الخلطة التتبيلة بتاعته، عصرت ليمون على ملح على كمون على تومة مهروسة على قرفة، حبة قرفة على حبة بهارات من بتوع السمك، يعني ملح كمون بهارات سمك قرفة، شطة، تومة، ليمون. بصوا ورحت بدأت ان انا اخلله كده، خليته بصوا يعني ايه التخليلة، بحب ان انا ايه يعني اظبطه كده من اول الراس لغاية فوق كده، في التخليل بخليه كده حلو، يعني عشان يبقى كله حي. جبت بولتي وجبت مكرونة وجبت بربرمة، يعني جبت بص يعني ايه شكلت كده من كل حاجة، حاجة بسيطة مش كتيرة، قلت على قد غدا بس، يعني على قد غدا. انا كده كده عندي محدش بيتعشى خالص، ولا انا ولا جوزي ولا ولادي، ما عنديش حد بيتعشى خالص. ممكن لو عايزين يتعشوا بيتعشوا اي حاجة خفيفة، جبنة، يشربوا لا شاي بلبن، لو يعني لو مثلا شاي بلبن وقرص من الفرن، اعمل لهم مثلا صينية كيكة، اي حاجة خفيفة ده لو هم عايزين. بس 3/4 الاوقات انا ما عنديش حد بيتعشى، بس يعني الاساسي بياكلوا فاكهة بقى بالليل، دي حاجة اساسية. هنا بقى يا حبايب قلبي بصوا بدأت ان انا احمر الايه السمك معاكم، حطيت الصينية دي الكبيرة عشان قلت الدقيق ما ايه ما يعف برضو، ما انا وانا بعمل السمك كده ما يبهدليش الايه يعني ما الدقيق ما يتنشورش على البوتاجاز، وفي الاخر والله اتنطور برضو، اتنطور الدقيق برضو والطرطشة بقى. هو كده كده بعد السمك لازم يتغسل. بصوا بدأت بالمكرونة الاول. المكرونة دي في التحمير عايزة ايه معاملة اطفال كده، عشان ما ايه يعني ما تتهريش، تستنوا عليها كده لما تنشف، وبعد كده تبدأوا تقلبوها. اكيد يعني مش هعلمكم، اكيد انتوا ستات بيوت زي الفل واشطر مني واحسن مني بكتير بمراحل بمراحل، بس احنا كلنا بنشجع بعضينا، وهدف الفيديوهات دي يا حبايب قلبي ان احنا بنتشجع من بعضينا. ان انا ممكن اديكي فكرة بس، حيرانة مثلا قايمة من النوم حيرانة هتعملي غدا ايه، فبتلاقي هبة عاملة سمك تقولي والله لا انزل اجيب سمك. افكار بس بناخدها من بعضينا، بنشجع بعضينا. واتمنى ان انا ربنا يجعلنا ابقى خفيفة على قلوبكم، و... ولو تطلعوا مني في الفيديو كده مستفيدين بمعلومة واحدة، والله يعني بتمنى من ربنا وما يكترش على ربنا ان انتوا تبقوا طالعين من الفيديو يعني مستفيدين مني حتى لو معلومة واحدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بقى بصوا يا دوبك صفرت البصلة، أنا مش هعمله النهاردة رز صيادية، دي جزرة مبشورة يا حبايب قلبي. صفرت بس البصلة ورحت نازلة عليها بالرز وحمرت كله، ورحت نازلة عليها بالجزرة المبشورة. سكرت الرز، انا بحبه قوي 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 الرز بالجزر المبشور. انا ساعات الرز ده بعمله جنب الفراخ، صينية الفراخ، وساعات بعمله جنب الرز، الا لو حد عندي من ولادي او جوزي طلبوا مني رز صيادية ممكن اعمله لهم، ما طلبوش انا بفضل ده. هنا طبعا حطيت معلقة، يعني ايه على المعلقة ربعها كده حطيت كركم، ورحت مقلباه كان طالع اصفر، بصوا لونه جميل 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 والا طعمه. وحطيت الحياء بتاعه، ظبطت الحياء بتاعه، ملح كمون، وحطيت برضو حبة قرفة
بحب القرفة قوي 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 في الرز، وبحط لو عندك عيدان حطي، لو عندك بودر زي حطي. انا عندي عيدان وعندي بودر، بس انا بستسهل البودر، العيدان بخليها لحاجات تانية ولطرق تانية. بصوا ده الغدا بتاعنا. شروق بقى طبعا اللي غرفت الرز وصنفت كده وعملته لي كوره. قلت لها ماشي، بتقول لي هزوقه لك يا ماما الرز. قلت لها ماشي. وراحت غرفه لنا السلطه، وعملنا سلطه خضراء. وكان الف هنا والشفا على كل اللي شاف وكل اللي كل. كان الاكل زي العسل. طبعا بعد الغدا البوتاجاز طبعا ما يطقش، اتملى طرطشه. والله العظيم اتملى طرطشه. طبعا من التحمير بتاع السمك. رحت مسكته بقى صبنته تصبينه محترمه. محترمة. أنا عملت كل حاجة في المطبخ، لمعت كل حاجة في المطبخ وشلت السجادة بصوا يعني المطبخ خليته فل وشمعة منورة. والله العظيم. يلا قومي بقى تشجعي. لو انتي وصلتي معايا لغاية هنا قومي بقى يلا وتشجعي. ولو وراكي أي حاجة قومي اعمليها. ما تكسليش وما تسقعيش وما تقوليش أنا سقعانة. مجرد ما هتمدي ايدك في الشغل هتلاقي نفسك جفيتي. والله العظيم مجرد ما هتمدي ايدك في الشغل هتلاقي نفسك دفيتي. وهتلاقي نفسك جسمك سخن خلاص وانت شغالة. لكن طول ما انت قاعدة وفي البيت قاعدة كده تحت البطانية او قاعدة قدام التلفزيون او قاعدة جنب على الكنبة او هتلاقي نفسك الرعشة فيكي. بص انا تعبانة. وحياة ربنا بتكلم معاكم يعني بمنتهى الامانة يعني. تعبانة والبرد مبهدلني والبرد عامل لي رعشة في جسمي. عامل لي رعشه في جسمي جامد يعني، مخلي جسمي كده زي عايزه احط بطاطين البيت كله واللي الحفه عليا. فقلت لا، عشان خاطر حبايب قلبي اللي طلبوا مني الفيديوهات ان انا انزل دايما فيديوهات وما اتاخرش عليكم في الفيديوهات. قلت لا والله ما لا، انا قايمه ومصوره وايه واتشجع كده بيكم وتتشجعوا بيا. وبصوا صبنتي كل حاجه في المطبخ ولمعت كل حاجه. حسيت براحه نفسيه وحسيت ان انا خفيت. والله العظيم بجد بأمانة النظافة اللي بتخلي المريض بيخف. انا حسيت ان انا بصوا يعني خفيت بجد بجد من النظافة وريحة المطبخ. نزلت النهاردة وانا بجيب السمك وبجيب حاجة البيت الغدا. عديت على محل المنظفات. جبت منه صابون مواعين، وجبت اوكسي باودر، وجبت منه ديتول. انا بجيب من محل المنظفات كل حاجة يا حبايب قلبي سايبة. كل حاجة بجيبها سايبة والله العظيم جميلة، جربوها. اداني الديتول جبت ب5 جنيه، والله مش جبت بكتير ولا حاجة. جبت ب5 جنيه بس ريحته تحفة. تحفة. خلى ريحة المطبخ والحمام روعة. يعني خلاه روعة وريحته جميلة وريحة النظافة مفيش أحسن منها. وحاجات سايبة من عند ومش مكلفة خالص. جربوها ومش هتندموا والله العظيم يا حبايب قلبي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، عايزاكم ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة لو انتي اول مرة تشوفيني. وحبايب قلبي اللي بيتفرجوا عليا من ورا الشاشة كده ومش مشتركين، يا ريت تشتركي معايا في القناة. يسعدني وجودك جدا 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 معايا في القناة، وجودك هيفرق معايا كتير. واللايك ما تنسونيش في اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وهنا بقى خلاص يا حبايب قلبي كده الفيديو بتاعي يكون انتهى. السلام عليكم ورحمة الله.